رجل أقنع آلاف الناس أنه بيعلم بالغيب وبنفس الوقت متهم أنه بيستغل الدين للشهرة. أبو علي الشيباني، هل هو عالم روحاني أو مجرد شخص عم يضحك علينا؟ هذا البابا آخر بابا اللي راح يصير عليه بابا ينتخبون، آخر بابا ينتخب وراها المسيح، ما بيها مجال. هذا عن الإمام. تخيل فجأة في شخص طلع على الشاشات وصار يقول أنا بعلم بالغيب، عندي أسرار ما حدا بيعرفها غيري وبجيبها من معلمة، والأغرب إنه في ناس صدقت. بس السؤال، هل فعلا هو عنده علم أو مجرد شخص بيرع باستغلال الدين والشهرة؟ اليوم حنحكي عن شخصية مثيرة للجدل، أبو علي الشيباني. بالبداية، من هو أبو علي الشيباني؟ اسمه الحقيقي حميد بن عبد الرضا الشيباني، ولد بالنجف العراق سنة 1961. كان ضابط بالأمن العراقي على أيام صدام حسين، وبعد منها تحول لشخصية إعلامية مثيرة للجدل. بيقدم حاله كعالم فلك، خبير بالطب الروحي وعارف بأسرار الغيب. طلع من العراق وصار ينشر حلقات وبرامج، أشهرها برنامج دروب الرجاء يلي صار يجمع فيه آلاف المشاهدين. إن الأيام القادمة فانتظروا إذا ما حدث شيء عظيم قريب. وأبي كان يرتدي الثوب الأحمر. الشيباني دايما بيربط كلامه بالدين وبالمهدي المنتظر اللي بيقول عنه معلمه، واكيد بيربط كل حكيه بالعلامات الروحانيه. المثير للجدل الاكثر انه بيطلق توقعات سياسيه دينيه اجتماعيه، بعض منها بيتحقق وبعض منها بيسقط ما بيتحقق. بس هون لازم نوقف على جمله مهمه، واللي هي كذب المنجمون ولو صدق. يعني حتى لو صدف شيء من حكيه وزبط معه التوقع، هذا مش معناته انه هو بيعلم بالغيب، هذا معناته انه مجرد صدفة. اين الخدعة؟ واللي هيدي اهم فكرة. القوة اللي عند الشيباني منا بالعلم، القوة باسلوبه. يعرف كيف يستغل خوف العالم واملهم، بيعطيهم جرعة امل كتير كبيرة بالمستقبل، نفس الوقت بخوفهم من المجهول، وبيستعمل الدين كغطاء حتى يربح مصداقية جمهوره ويكبر جمهوره. يعني من الاخير استغلال واضح للعقيدة لحتى يعمل شهرة ونفوذ. خليني اذكركم بفيديو لإله كسر الدنيا. قال فيه حرفيا: انتظروا الزلزال ب 23 24 25 الشهر الخامس. 24/5/23 ذكروا هذا الرقم إلى شهر الخامس 25. انتظروا الزلزال العظيم. نحن حاليا صرنا بالشهر الثامن وما صار شيء. وفي فيديو تاني عم يستغبي فيه المشاهدين، عمله من فترة، عم بيقول انه جاي حرارة قوية جدا 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 وهالتفاصيل. للعلم نحن بفصل الصيف. بعتقد انه هذا الشيء طبيعي وما بدها بحاجة لتنبؤ. إن الأيام القادمات يقول معلمي فيهن حرارة شديدة. والشيء الصادم اكتر اللي هو واضح قدام كل العالم وما حدا منتبه له، يمكن في حال انتوا دخلتوا على حسابه على الانستغرام بتلاقوا في رابط محطوط عنده بالبايو، بتدخلوا على هذا الرابط تطلعوا شو في بقلبه. بيطلع انك انت فيك تقدر تحجز لجلسة تنبؤ مقابل مبلغ مادي. عم تتخيلوا انت كمية الناس اللي بتصدقوا وبتحضروا؟ عم تتخيلوا كمية الناس اللي عم تفوت تحجز جلسات تنبؤ معه؟ عم تتخيلوا كمية المبالغ اليومية اللي عم بيطلعها؟ في مبالغ مش طبيعية. طيب ليش الناس بتصدقوا؟ ليه في ناس بتفوت لعنده وبتحجز معه؟ الإنسان بالفطرة بطبيعته بحب يعرف شو حيصير بكرة. هذا الشيء لا إرادي، خصوصا إذا هذا الشيء كان مرتبط بالدين وبالغيب. والشيباني بيعرف هذه النقطة كيف يستغلها كتير منيح. مرة بيحكي عن الظهور، مرة بيحكي عن الحروب، ومرة عن الكوارث. بينزل كلامه بطريقة بيخليك تحس إنه يمكن عن جد في شيء صح من حكيه. وهون الفخ. بالنهاية السؤال الحقيقي، هل أبو علي الشيباني فعلا رجل دين ويتنبأ بالغيب وعنده معلم ويلتقي بالإمام المنتظر، أو شخص بارع بصناعة الوهم والأكاذيب، أي يعني بتسويق الكلام؟ اكتبوا لي بالتعليقات وخلينا نفتح النقاش. إذا لقيت في تفاعل كتير كبير حأعمل جزء تاني واحكي عن أكتر التوقعات اللي قال عنها كانت مثيرة للجدل.